بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين ان شاء الله. النهارده جايين نقول نعمل مع بعض. احنا الاول قبل ما نقول هنعمل ايه وهنقول ايه، احنا النهارده اواخر الشهر. كل سنه وحضراتكم طيبين. هنلم حالنا ازاي ودنيتنا ازاي لحد اول الشهر ما يجي، ونبقى عاملين حسابنا ان الفلوس القبض يعني او المصروف بتاع البيت بيبقى الاول الشهر بس. هنعمل ايه؟ هقول لك النهارده. انا بلحق نفسي كل اواخر الشهر، ببقى عامله حسابي من اول الشهر. قلت لكم في فيديوهات كتير وفي القنوات اللي كانت قبل كده عندي، وحبايبي القدام اللي كانوا معايا من زمان عارفين الحكايه دي. انا كل اول شهر لازم ابقى عامله حسابي لطوارئ الفريزر وطوارئ الخزين يعني بتاع البيت عامه يعني. لازم اكون عامله حسابي اكيد يا جماعه. من قبل ما افتح القناه وانا بعمل الطوارئ دي لازم ببقى في كده جنب. قلت لحضراتكم كتير وفي كل فيديوهاتي كنت بقولها، لازم يكون في كده جنب على جنب كده في الفريزر حاطه فيه ايه حاجات اللي هستخدمها اواخر الشهر. وفي جنب تاني انا بقسم الفريزر بتاعي، هو صغنطوط خالص كده. بعمل الرف اللي فوق نصه فوائد للعصاير، والنص التاني بحط فيه مثلا ورق عنب، خضار، الكلام ده. اما الرف اللي حضراتكم شفتوه تحت بتاع الفريزر كلكم شفتوه معايا طبعا في ترتيب الفريزر. ان شاء الله ربنا ييسر الامر ونرتبه مع بعض تاني ونعمل له جرد واوريكم ازاي انا برتب واظبط حاجتي. فقلنا اللي فوق بتاع رمضان. اما اللي تحت بحط فيه بقى حاجات الشهر، خزين الشهر بتاع طوارئ الشهر اواخر الشهر. بحط فيه شوربه مرايه. قولوا معايا اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلوا على سيدنا النبي، مش عارفه مالي. بحط فيه صلصه. بصوا بخزن فيه حاجات رمضان برضو، وخزين الشهر، وخزين كمان ايه اواخر طوارئ اواخر الشهر. هو انا بعمل كده من قديم الازل، من قبل ما افتح حتى قناه. خلاص حبايبي، تعالوا اوريكم انا بلم حياتي ازاي اواخر الشهر وبايه لحد ما يبدا الشهر الجديد. خلاص تعالوا نشوف. بسم الله توكلنا عليك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا اوريكم الاول. اول حاجه انا عندي طماطم. انا عندي كمان قبل الطماطم قبل الطماطم هوريكم حاجه بقالها عندي دلوقتي من السنه اللي فاتت، من الشتوى اللي فاتت، من قبل الشتاء ما تبدا كده بشويه. لان الخبيزه دي خبيزه يا جماعه، دي اخر كيس خبيزه، اخر كيس خبيزه. من قبل الشتاء ما تبدا بشويه الخبيزه بتبدا تطلع، هي تطلع الايام الجايه. فقلت خلاص بقى ده كنت ركناه في ايه لطوارئ الفريزر اواخر الشهر اللي احنا فيه ده. شهر ايه يا حبايبي؟ شهر 8. اللهم هل علينا الاشهر كلها اللي جايه بالخير واليمن والبركات يا رب، ويجعل كلنا بيوتنا مستوره يا رب. اللهم امين. قولوا امين وصلوا على سيدنا النبي، وحطوا لايك حلو ايديكم من ايديكم لام يوسف، ودعوه حلوه من قلبك. اهم حاجه اهم حاجه دعوه من قلبك وليكي بالمثل يا رب. فانا قلت خلاص اركنه للطوارئ. بتتعمل ازاي؟ بتتعمل بشويه شوربه زي الملوخيه، بس بتبقى تحفه. تحط لها شويه رز تبقى عسل. ربنا ييسر برده ونعملها مع بعض. فدي بقى لها عندي سنه هي، واوريكي ايه تاني اللي بقى لها عندي سنه وتبارك الرحمن. بصوا ولا بيجرى لهم اي حاجه، بيطلعوا تعمليهم كانهم لسه فريش. عملوا تلج شويه ليه كده يا ام يوسف؟ انا عندي التلاجة بصوا اللي رايح واللي جاي يفتح فيها خلاص اللي تحت يعني، فبيأثر شويه على الفريزر. ادعوا لي بقى ربنا ييسر لي الامر ويرزقني يا رب ويرزقكم من واسع فضله وكرمه، واجيب ديب فريزر وابعده عن ايدين العيال خالص. انتوا عارفين البيت اللي فيه عيال، اللي رايح واللي جاي يعمل اي حاجه وهي بنت ايده. بس همنع يعني العيال تجيب ميه وتشرب، مش هنحط قفل يعني على الثلاجات عشان العيال، لا. ربنا يحفظهم وياكلوا ويشربوا ويفتحوا براحتهم كلهم يا رب، واولادكم كمان يا رب اللهم امين. دي بقى لها عندي برده سنه اهي، عشان ما نكترش في الكلام ونبقى رغايين. خلاص حبايبي، الاثنين دول بقى لهم عندي سنه. بما ان هم خلاص بقى الوقت البسله قربت تطلع والخبيزه قربت تطلع، فانا قلت اطلعهم بقى ايه اواخر شهر 8 نعمل منهم احلى وجبه. خلاص دي كده طبخه يا جماعه. طبخه ازاي يا ام يوسف؟ انت هتطبخي كده لوحدك كده من غير لحمه ولا فراخ؟ عادي جدا ممكن نعمل من غير لحمه ولا فراخ. اهو دي شوربه ايه؟ شوربه ماسوره. كنت جايبه ماسوره كبيره، خدت نصها. شايفين الشوربه عامله ازاي؟ دي بواقي الشوربه اللي تحت، ما بصفيش غير لما باجي اطبخ. وممكن ايه يعني اعمل كده على طول. دي شوربه ما فيهاش اي حاجه، ودي بهارات اللي انا بحطها في الشوربه. خلاص ما فيهاش اي حاجه. دي اهي شايفه البياض بتاعها عامل ازاي، ناصع ازاي اهي.
دي يا جماعه كنت جايبه ماسوره وقلت ايه اخد نصها، كنت خليت الجزار قسمها لي نصين، نص سلقت وحطيت معاه شويه التحابيش الحلوه، بس طبعا ما رضيتش اوريها قدام حضراتكم، كلكم عارفين وشطار وزي الفل. بتتعمل ازاي الماسوره؟ بتتسلق مع شويه تحابيش حلوه كده من ايديكي، بتطلع شوربه قمر زي كده، ريحتها حلوه جدا جدا، وطعمها كانك عامله لحمه يعني لحمه يعني اللي مريحه حلوه دي. خلاص، فدي كده طبخه اهي. معاهم كمان كيس طماطم حلوه اهو، شايفين اهو كده معانا كيس الطماطم وكيس البسله والجزر والخبيزه. دي كده طبخه يا جماعه. بصوا انتوا ما تحيريش نفسك، اعملي زي ام يوسف ما بتعمل كده، هتيجي بعد ان شاء الله اول الشهر مش هتحتري اي هم غير ان انت تشتري حاجه الشهر الجديد، وحاجه الشهر تبداي توفري منها كل شويه، تعيني شويه رز تركنيهم على جنب. هوريكي برده كل الكلام ده عملي حالا، عملت الفيديو ده كذا مره، وكل مره هعمله واوريه لحضراتكم علشان تستفادوا. خلاص حبايبي. كمان دي من تفريزات كانت عندي من حوالي كده كام شهر كده، كنت مفرزاها اهي. البطاطس دي حلوه جدا يا جماعه، بصي تحفه. اللي هيخش يقول لي انت بتطلعي الحاجه تفك وترجعي تاني، لا ما بتفكش طبعا، انا لسه مطلعه الحاجه حالا عشان اوريها لحضراتكم. دي حاجاتي اللي انا هستخدمها اواخر شهر 8. بتعملي بيها ايه دي يا ام يوسف؟ دي باخد حته فرخه، بصوا ما تسكرش، قد كده اهو، حته صدر فرخه صغنططه قد كده، وابشر عليها بصلتين حلوين وشويه شطه قرون اللي هي الفلفل، واعملهم. هوريك الشطه القرون الفلفل دي اهي، باقيين شويه عندي اهو. باخد شويه من دول على بصلتين حلوين، واجي مشوحاهم مع حته الفرخه المفرومه، واجي عامله بيهم احلى حشوه للبطاطس القمر دي، واسقيها بكوبايه صلصه من اللي انت مخدعاها في البيت. بصي حاجه كده الله اكبر عليها، تيجي عاملاها في طاجن في صينيه وتحطيها ايه تستوي، يا تحطيها في الفرن يا تحطيها على عين البوتاجاز براحتك خالص اللي انت عايزاه. انا عندي الفلفل ده لازم يكون عندي في الفريزر، يخلص اجيب تاني. دمت اللي باقيين عندي شويه دول، لسه هنجيب تاني حبه حلوين لرمضان. كنت عامله تفريزات الايام اللي فاتت، كنت قايله لكم للشهر ولرمضان، فان شاء الله انا بستخدم على طول الحاجات دي، فلازم تكون موجوده عندي من اساسيات الفريزر بتاعي. كمان عندي كيس خضره، ممكن اعمل ايه؟ انا شايله رمضان تبارك الرحمن كله معايا ورق عنب كتير، ممكن في يوم اقصر على نفسي، بدل ما انزل السوق اخد فلوسي اللي هنزل بيها اجيب بيها محشي والخضره، اعمل ايه؟ اجي جايبه انا هنا في البيت اطلع ورق العنب بتاعي، انا عندي ورق عنب طبعا، اطلع كيس ورق عنب، وانا عندي كيس الصلصه بتاعت المحشي اهي، دي بتاع المحشي ودي بتاعت الطبيخ، دي اللون دي غير اللون دي. خلاص اهي دي بتاع الطبيخ، دي بتاع المحشي، فيها دهون اكتر وزيت وطماطم مجروشه مش مصفيه يعني، وفيها توم. خلاص حبايبي هي دي. فانا هعمل ايه؟ قلت لحضراتكم هطلع كيس ورق العنب وكيس الطماطم اهو، ومعايا كيس الخضره اهو، وادي كده طبخه اهي، وكيس الشوربه القمر بتاعنا اللي هنسقي بيه ورق العنب اهو، ادي كده كمان طبخه معانا. عايزين رز طيب اهو، الرز اهو، تعالوا اما نجيب الرز. هناخد من ده على ده، هوريكم بقى. ده بوكس بتاعي اهو، ده درج التربو حبايبي، هو بيبقى منعكش كده، عندي درج التربو بتاع طوارئ الفريزر بتاعي وطوارئ خزين اخر الشهر، هو بيبقى شكله كده عندي كل شهر. ده ببقى حطاه في الاخر خالص بعيد عن خزين الايد. خلاص اهو، تعالوا اوريكم بقى ده اللي انا ماشيه عليه طول عمري، هوريكم شويه اهو. بصوا اهو، ده كيس ببقى جايباه كده من اول ما بجيب حاجات اول الشهر بعمله كده، انا بعمله على ايدي هنا يعني في البيت، اخد شويه شعريه، شويه مكرونه سباكيتي، شويه مكرونه من المعوجه دي، شويه العدس دول. خلاص حبايبي، واجي احطهم كده في قلب بعضهم واقول ده كده كيس كشري، ده كيس للكشري، وكده يوم عدى من على دماغي. خلاص، وشويه رز، هاخد من هنا شويه رز، شايفين الرز عندي انا عاملاه ازاي اهو، شايفين؟ اوقات بقسمه واوقات اخلي الكيس زي ما هو، اخد منه شويه واركن الباقي واربطه كده وارميه في درج الطوارئ بتاعي. ده درج الطوارئ بتاعي يا حبايبي. خلاص اهو، يبقى احنا كده معانا ادي وجبه 2 3. خلاص، احنا عايزين نمشي الدنيا الايام دي، بصي باللي موجود، ما عشان مش عايزين عدلان هم، مش عايزين شوفي كمان اهو، دي طوارئ اهي، ده درج الطوارئ بتاعي عشان تبقوا عارفين، ومرق الدجاج اهم كمان كنت رميهم، وشويه لسان عصفور اهم، نعمل منهم طبختين بشويه شوربه حلوين
بس برضو مش هنحرم نفسنا، ومش هنبقى عاملين حسابنا في حته لحمه ولا حته فرخه، لا تعالوا انا كنت جايبه كيلو لحمه قسمته على نصين. تعالوا اوريكم قبل ما ايه اكمل معاكم الدرج ده. كنت جايبه كيلو لحمه قسمته نصين اهو، شايفين اهو، ده بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، نص كيلو لحمه. بس طبعا عشان مفرود، شوفي ده مفرود اهو، بس هو معود اهو. اللي يشوف يقول عليه ده كتير، لا والله يا جماعه ده نص كيلو لحمه بس. انا بقسمه بصوا على عدد الاسره، كل واحد ياخد حته عاديه، مش لازم ناخد هبره قد كده عشان نقول احنا كلنا لحمه. لا يا جماعه، احنا في ظروف ما يعلم بيها الا ربنا، وكلنا ظروفنا زي بعض، وداخل علينا دراسه، وبصوا واحنا بنقول يا رب استرها. انتوا عارفين الدروس، عارفين الملازم، عارفين لما يكون في بيت في حد في ثانويه عامه، مش في ثانويه عامه بقى، في ثانوي عام يعني بصفه عامه، اذا كان بقى في اولى او ثانيه او ثالثه. البيوت اللي زي دي بيبقى عايزين الناس تشفق عليها من كتر الدروس اللي بياخدوها، واللهم صل عليك حبيبي يا رسول الله. والملازم، يعني المدرسين بيخترعوا لنا ملازم، مش عارفه ليه يا ستي. طب ما في كتب بتدي لابني ملزمه ليه؟ تقول لي يا ابله ما فيش، الحاجات دي مش موجوده. سنوات بس شويه، الحاجات دي مش موجوده في الكتب. طب ليه يعني؟ ما انت جايباها من مخك يعني؟ هو انت مخترعاها؟ فبنضطر غصب عن بوزنا ان احنا ناخد الملزمه اللي هي مكاتباها، او يعني هي كاتبه منها نسخه ومطابقه الباقي تمام، طبعا منها ولا ما يكون مثلا 200 نسخه ولا 300 نسخه على حسب العيال بتاخد عندها. انتوا عارفين العيال بتاع اولى وثانيه وثالثه، تبصوا قطف بتبقى طالعه من عند المدرسين. ربنا يرزق كل الناس يا رب، الواحد ما بيبصش في رزق حد، بس يعني انتوا بسم الله ما شاء الله عندكم كميه عيال كتير، طلبه كتير، فانتوا بدل ما تاخدوا 250 و300 حق الدرس الشهر ورا الشهر على طول يعني، يا ستي خففي شويه الدنيا علينا، او حضرتك تخفف علينا شويه، لان ظروف البلد مش مستحمله الدروس اللي هي الشهر ورا بعضه ده، ورا بعضه، غير كمان بتحطوا على دماغنا ملازم وتصوير ورق. فاحنا ايه لازم نمشي حياتنا. ده نص كيلو حبايبي زي ما قلت لحضراتكم. عودي عيالك من صغرهم كده، اللي تحطيه قدامهم ياكلوه، كتير ياكلوه قليل ياكلوه، عوديهم. الام هي اللي بتربي عيالها وبتعودهم على كل حاجه. فخلاص انا هنا ده نص كيلو لحمه، طبعا قسمته زي ما قلت لحضراتكم. ده هناكله دوت في اواخر الشهر لحد ما يهل علينا الشهر الجديد ان شاء الله، كان لينا عمر. تعالوا انت بس عشان ما تتبدلش. نجيب بقى ايه، نجيب فرختين. طبعا كل اللي كان عندي خلاص، يعني الفراخ اللي كانت عندي كنت جايبه فراخ بيضه، بس الحمد لله خلاص خلصت. الف هنا وشفا على قلوبنا وقلوب اللي كان منها، الف هنا وشفا على كل ده حاجه. ما عنديش غير بط رمضان دلوقتي، شايلينه طبعا لرمضان، بنأكله والكلام ده ونهتم بيه عشان خاطر خلاص رمضان على الابواب. هتقولوا لي لسه بدري، ده باقي عليه 5-6 شهور. ما هي كده برضو على الابواب، انتوا ما تعرفوش الشهر بيلف. مجرد ما تخش عليكي المدارس هتلاقي بص بتركب عجل، الشهر مركب العجل، الشهر ورا الشهر على طول. خلاص حبايبي، فربنا يرزقنا على اول الشهر الجديد نجيب فرختين حلوين كده ونظبطهم ونوضبهم، يكفونا ايه كذا وجبه. 2 يا موسى هيكفونا، هيكفوا ببركه ربنا. انت عارفه لو انت حسبتيها والله العظيم ما هتمشي قدام خطوه. امشي ببركه ربنا وشوفي الدنيا هتمشي معاكي ازاي، هتتيسر بامرك انت يا رب. تعالوا اوريكم النص الماسوره الثاني اللي باقي اهي. دي نص الماسوره الثانيه. انت بتجيبي ماسوره منين يا موسى؟ بجيبها من عند الجزار، ولازم توصي عليها الجزار، بيبقوا واقفين عليها كده. ليه واقفين عليها كده؟ علشان الحاجه غلت، اللحمه غاليه والفراخ غاليه، ومش كل الناس بتقدر تشتري لحمه. يعني انا الحمد لله قادره، ربنا يرزقني كل كام فتره كده اجيب كيلو لحمه للعيال. اللحمه غاليه جدا. اللحمه عندنا هنا في بني سويف يا جماعه ب 460 جنيه تقريبا. مش انا اللي جايباها، جوزي اللي جايبها، ربنا يصلح حاله يا رب. بس وفي ناس تاني بتبيعها ب 420 وفي 430. كل بياع كل جزار وليه سعره ومزاجه، والله يهديهم على حالهم. دي انا كنت جايباها ب 50 جنيه، وصيته عليها، رحت مع جوزي عشان اجيب معاه في يوم يعني، قلت له انا عايزه دي، فجايباها من فتره يعني، خدت نصها كسرها لي اهي، خدت نصها عملت منها الشوربه القمر دي، والنص ده مخلياه محتفظه بيه زي ما هو في كيسه كده، مش هيجرى لها اي حاجه، حتى لو قعدت سنه مش هيجرى لها حاجه. تخلص الشوربه بتاعتي ان شاء الله نكلينا عمر. ولو انتوا عايزيني اعملها قدامكم واوريكم بتتعمل ازاي اكتبوا لي في الكومنتات واعملها، مش عايزين وعارفين خلاص انا خلاص كده الحمد لله. كمان معانا كيس ملوخيه.
ده كيس ملوخيه اهو من اللي مفرزاها مع حضراتكم، شايفين جمالها؟ ايه رايكم في اللون بتاعها؟ تحفه يا جماعه، جربتها تحفه تحفه تحفه. عملت منها كيس وادي التانية اهو، والباقي طبعا شايلاه رمضان لان خلاص موسم الملوخيه بدات تنشف، فمش هينفع افرز ملوخيه تاني خالص دلوقتي، مش هتبقى حلوه. تعالوا كمان معانا جبنه قريش. دي جبنه قريش مش عاملاها في البيت، انا شارياها من بره. اللي فيها ده يا ام يوسف دي قرون فلفل، فلفل اللي هو ده. خلاص بجيب من الفلفل دوت وفلفل حامي الاتنين على بعض واعملهم اقطعهم عليها واحتفظ بيها كده في الفريزر، وقت ما اكون عايزه اعمل جبنه. عيالي ما بياكلوش كتير، يعني ما بياكلوش الجبنه القريش، يعني ولادي يعني ما بيحبوهاش قوي. اعمل ايه؟ باجي واخده عليها شويه لبن او كوبايه زبادي وشويه زيت وحبه ملح صغنطتين وتبقى تتحول لجبنه كريمي. وادي كده كمان عندنا الجبنه، مش محتاجين نشتري جبنه خلاص. كمان عندنا كيس بابا غنوج اهو. كنت بصوا انا بعمل كتير بقى بابا غنوج ده، صورته ماشي، ما صورتهوش بعمله، حتى لو مش هصور بعمله عادي كده مع نفسي. ده كيس كبير اهو، دي كانت بتنجانه كبيره كده، قمت رحت عملت كذا واحده عندي، دي اخر واحده عندي في الفريزر. خلاص بطلعها واحط عليها ايه شويه طحينه وشويه زيت واضربها في الكبه ضربه وبتبقى زي السكر. ممكن تحط لها قرن شطه وبصلايه بس يكونوا مشويين عشان تديك الطعم الحلو. تعالوا اوريكم كمان باقي الشوربه معانا اهي. شايفين الشوربه بيضه ازاي؟ زي قلوبكم الحلوه، شايفين الجمال؟ وشايفه كميه الدهون الحلوه اللي طالعه منها؟ دي دهون طبيعيه ما فيهاش اي كلام. بصي ما تخافيش منها الدهون دي، انت تخافي من مين؟ من السمنه النباتي دي اللي تخافي منها خلاص، لكن دي ما تخافيش منها خالص. كنت هقول لكم ايه تاني؟ اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. المانجا بقى، انا فرزت معاكم المانجا، في مانجا قلت لحضراتكم انا هجيب تاني وافرز. انا عملت ايه بقى؟ انا جبت شويه مانجا تاني مع نفسي وفرزت كده شويه دول. خلاص كملت بواقي رمضان وخدت الكيس دوت، قلت خليه برده في حاجات زنقه اواخر الشهر اللي هي ايه طوارئ اخر الشهر، حد يخبط عليا على غفله. دي فيها شويه سكر، فيها نسبه سكر يعني مش عدمه، يعني دي ممكن عشان احط لها سكر ممكن احط لها معلقه سكر تانية او معلقتين، بس هي فيها سكر يعني. طريقه تفريزها سهله جدا، الفيديو موجود عندكم على القناه. هو ما جابش مشاهدات لان القناه لسه جديده، بس الحمد لله على كل حال. بس طريقه التفريز بتاعتها سهله جدا جدا يا جماعه. اي حد يخبط عليكي على غفله ومش لاقي حاجه تعمليها والجو حر، بسرعه شدي الكيس، بس يخلي الكيس طبقته رفيعه علشان يتعمل معاكي بسرعه، يتضرب بسرعه. كمان عندي لفه جلاش اهي. الجلاش ده انا دايما اجيبه ودايما اخلي منه لفه كده للاواخر الشهر، برضو العيال عايزين ياكلوا حاجه حلوه، ما احنا مش هنحرم برضو العيال، الجو محتاج حاجه حلوه شويه، حاجه يتسلوا بيها. اللفه دي ب 13 جنيه بس، هي مفتوحه ليه؟ انا بفتحها عند الراجل عشان اشوفها، عشان انا مره جبته من عنده واول ما روحت البيت بفتحه لقيته كله من جوه، يعني الحمد لله لقيته كله استغفر الله العظيم يا رب معفن. فيعني رحت راجعه له تاني بيهم، كنت جايبه كميه طبعا، رحت راجعه له بيهم ورجعتهم. فانا بفتح الكيس عنده وبعد كده باجي هنا في البيت بحطه في كيس تاني جوه كيس عشان يفضل معايا طري وكويس كده. خلاص حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كمان ما نسيناش طبعا الفطار، لو عايزين نعمل فطار. الفول اهو، شايفين الفول المدمس بتاعنا القمر ده اهو؟ ايه رايك في الجمال؟ ايه الفول القمر ده؟ شوفي قاعد بقاله فتره، وهم دول اخر كيسين ركنتهم كده من تحت كده بعيد عن ايد العيال، عشان انا عندي العيال بيحبوا طبعا الفول. الفول اللي انا بعمله غير خالص الفول اللي بيتباع بره يا جماعه. الفول اللي احنا بنعمله الفيديو موجود عندك برضو على القناه. بصي كل حاجه بوريها لك موجوده على القناه هنا، فما شاء الله كل حاجه الله اكبر. التفريزات شهد عليا، يعني انا وعدت ووفيت والتفريزات شهد عليا. خلاص انا بعمل كل حاجه بما يرضي الله قدام حضراتكم. كمان هنا دي لسه مطلعاها حالا عشان هعمل قرص. ازازه اللبن دي حتى شايفين اهي، دي كانت لسه في الفريزر يا حبايبي اهي، بس طلعتها من حوالي مثلا ساعه كده عشان تفك. هعمل ايه؟ هعمل قرص للعيال ونعمل لهم شويه شاي بلبن يتعشوا منهم وعدي يوم. والقرص اللي انت هتعمليها هيفيض منها، تفطري منها كمان. تعالي اوريكي بقى عشان قبل ما نختم بس الفيديو على طول كده، عشان ايه ما نطولش على حبايبنا عشان ما تزهقوش مني. باقي البوكس بتاع الطوارئ بتاعي، شويه لسان عصفور، شويه شاي اهو، شويه سكر، هيكفوكي دول لاخر الشهر يا يوسف ببركه ربنا، ببركتك يا رب انت. كله ده هيكفي معايا ان شاء الله. شايفين اهو شويه شاي حلوين اهو وشويه سكر. هتعملي عصير منين يا ام يوسف؟
المانجا قلت لحضراتكم دي فيها سكر، ممكن احتاج منها معلقه وممكن لا برضو. خلاص. عندي كمان ايه شويه الملح دول اهو، دول باقيين عندي لسه ما اشتريتش ملح. ان شاء الله اول الشهر انا هفتح الحصاله، الفيديو الجاي ان شاء الله هفتح معاكم الحصاله بتاع المدارس، هفتحها معاكم. انا طبعا عامله حصاله المدارس، هفتحها مع حضراتكم ان شاء الله، ونعمل ايه، ننزل نجيب شويه طلبات حلوين اللي هم ايه خزين البيت والطلبات بتاعه الايام اللي جايه لدخله الدراسه، يعني مش لرمضان خالص، لدخله الدراسه. دول شويه دي اهو، وادي شويه تاني اهو. خلاص. يعني دول هعمل بيهم دلوقتي قرص للعيال. خلاص. نعمل منهم عشوه حلوه تفضل قرصتين العيال تفطر بيهم الصبح. شويه الرز اهم لو عملنا كشري، شويه رز تاني اهو لو عملنا طبيخ، طبخنا اي طبخه انت عايزاها من اللي قلنا عليها دي. كمان شويه مكرونه هم ممكن نزود عليهم، ممكن نزودهم على الكشري، ممكن لو ما احتجتهمش مش هزودهم، اخليهم زي ما هم، مش هيجرى لهم اي حاجه والله ولا هيشتكوا. معاكي الشعريه اللي هتزودي بيها الرز بتاعك، تعملي رز بشعريه ماشي، تعملي الكيس دوت لوحده وتحمريه وتعمليه للعيال يفطروا بيه الصبح مع معلقتين سكر وشويه لبن ماشي، مش هيقولك لا. كمان ما نسيتش يكون في شويه فشار كده باقيين اهو، شويه فشار اهو، خلي العيال ياكلوهم كده يعني النهارده بكره اي يوم في خلال الاسبوع ده اللي هو اواخر شهر 8 اعملهم للعيال كده. خلاص ما فيش اي حاجه في البوكس بتاعي ده، خلاص ما فيهوش كده. خلاص هو ده البوكس بتاعي يا جماعه اللي انا ببقى عاملاه كل اول شهر، لازم يبقى عندي البوكس ده، احط اي حاجه تيجي في ايدي ارميها هنا عشان اجي اخر الشهر مبقاش عاتله الهم واقول اجيب منين، اروح اجيب منين اكل وشرب وخضار. عندي كل حاجه لله الحمد، اللهم لك الف حمد وشكر يا رب. دايما ساترني يا رب، ربنا يسترني ويستركم ويصلح حالنا يا رب وحالكم، اللهم امين، ويرزقنا كلنا من واسع فضله وكرمه يا رب، اللهم امين. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسونيش تحطوا لي كده احلى لايك من ايديكم حلو، وتدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، وتحطوا لايك جميل من ايديكم عشان الفيديو يترفع والناس كلها تشوفه واللهم صل على النبي وكله يستفاد يا جماعه، وانا استفاد كمان بالمشاهدات. ربنا يرزقني والقناه دي تتفعل بدل القنوات الباقيه يا رب يا رب، بحق النبي يجعل القناه دي عوض ليا عن كل القنوات اللي راحت مني الحمد لله. انا بعت بمزاجي، بس هي فعلا ما كانش ليها حل، وبعتها بحاجات بصوا يعني كلام فاضي والحمد لله. بس ربنا يرزقني ويرزقكم الخير يا رب، والنبي ما تنسوا عليكم وحياة حبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحطوا لي لايك وتشتركوا لو لسه ما اشتركتيش. دي قناتي الاساسيه يا جماعه، خلاص ما فيش اي قناه تانية غير قناه تانية اسمها لمة رمضان، بس ما بنزلش عليها كتير، هي دي اللي ربنا يكرمني فيها، والقناه دي تتفعل ويتفعل فيها الربح ويكون مصدر رزق ليا وللعيال ان شاء الله يا رب. كل سنه وانتم طيبين، مع الف سلامه.